هحكي لكم النهاردة عن أكبر شيء مؤلم ومخيف كان أكتر حاجة وحشة حصلت لي في حياتي. بس قبل ما ابتدي أتمنى ما تنسوش اللايك. أنا متجوزة من 5 سنين، فضلت مدة طويلة ما كانش بيحصل حمل. رحت أنا وجوزي عند دكاترة كتير ما كانوش عارفين يكتشفوا السبب، اللي يقول لي مشكلة في التبويض، واللي يقول لي الرحم عندك تعبان، واللي يقول انتوا الاتنين كويسين ومفكمش أي حاجة، بس لسه ربنا ما أردش. فضلت أنا وجوزي ناخد أدوية ومنشطات كتير، بس برضه ما كانش فيه فايدة. خلاص تعبت ويئست من العلاجات. وفي يوم رحت أنا وجوزي عند حماتي في البلد، وكنت قاعدة مع أخت جوزي. سألتني وقالت لي ايه لسه مفيش حاجة جاية في السكة؟ قلت لها لا لسه، احنا غلوبنا من الموضوع ده وخلاص سايبينه على ربنا. ليه كده؟ ما تيأسيش امال. طب واللي تقولك على حل مضمون؟ بصي يا ستي، عندنا في البلد عادة بتعملها كل الناس اللي ما بتخلفش، واغلب اللي جربوها خلفوا، ومنهم سلفتي كانت زيك كده. عادة ايه؟ هقولك، بس تجمدي قلبك وتوسعي مخك معايا. طيب قولي. لما الدنيا تليل، يعني بعد المغربية كده أو بالليل، المهم الدنيا تكون ضلمة، هتروحي عند المقابر. ايه؟ مقابر؟ أيوة، اسمعي بس، دي طريقة مضمونة ومتجربة، بس لازم تكوني لابسة عباية سودة، وهتجيبي كمية كبيرة من العيش وتقطعيه وترميه في كل حتة بين المقابر. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده جهل، ممكن يكون في حرمانية كمان. الله، وإيه الحرمانية في كده؟ ده ولا عمل ولا جدل، وبعدين جربي مش هتخسري حاجة، وكأنك بتوزعي حاجة لله. برغم ان جوايا كنت رافضة الموضوع، بس حالة اليأس اللي انا وصلت لها وصلتني. لو حد قال لي ارمي نفسك في البحر عشان تحملي كنت هرمي نفسي. وافقت غصب عني. ماشي هجرب، بس هو انا هروح لوحدي؟ مش هقدر، انا حقيقي خايفة. لا ما تخافيش، أنا هاجي معاكي. بصي، هعدي عليكي بكرة بالليل، تكوني جهزتي الحاجة ولبستي عباية سودة، ويا ريت ما تقوليش لأخويا، لأن أنا عارفاه ما بيصدقش الكلام ده، ومش هيرضى يخليكي تيجي معايا. وتاني يوم بالليل رحنا المقابر ولبسنا عبايات سودة. المكان كان مخيف جدا، كنت حاسة بأشعار في جسمي كله. أنا رحت المقابر قبل كده، بس رحت الصبح ما كانش بالليل. تعالي نرجع، أنا خايفة. ما تجمدي قلبك كده، انت مش عايزة تبقي أم ولا إيه؟ طبعا نفسي. بعدين انت خايفة من إيه؟ دول مجرد أموات، يعني لا حول ليهم ولا قوة. اقروا لهم الفاتحة انت بس، ويلا تعالي نكمل. بصراحة كلامها شجعني، جمدت قلبي وكملنا. كان معانا عيش كتير قوي، فضلنا نقطعه ونرميه في كل حتة ونوزعه بين كل قبر والتاني. وكل ما كنت أخاف أو أترعب كانت أخت جوزي تشجعني وتقولي إن شاء الله كل ده هيجي بفايدة، كملي بكرة تحملي بسرعة. وقعدنا نلف حوالين المقابر حوالي ساعة لحد ما خلصنا كل العيش اللي معانا ورجعت على البيت. أول ما رجعت البيت كان قلبي لسه مقبوض. كل اللي عملته حرام، بس بدعي ربنا إنه يسامحني. بعد أسبوع بالظبط حسيت إني دايخة وتعبانة، ولما كشفت كانت المفاجأة، لقيت نفسي حامل. أنا ما كنتش مصدقة نفسي. معقول؟ إيه ده؟ معنى كده إن الطريقة نفعت. ما كنتش فاهمة إزاي ده حصل ولا إيه تفسيره، بس حقيقي كنت طايرة من الفرحة. ورغم إن فترة الحمل كانت متعبة جدا ومرهقة، بس ما كانتش فارقة معايا. المهم أخيرا حلمي اتحقق، أخيرا هبقى أم. وجي ميعاد الولادة وولدت على خير، وجبت طفل سليم الحمد لله. بس لاحظت حاجة غريبة في ابني كان طفل هادي بشكل غريب، ما كانش بيعيط زي الأطفال الرضع. عياطه كان نادر جدا، والأغرب إنه ما كانش راضي يرضع، ولا طبيعي ولا صناعي. حاولت أحطله لبن أطفال في ببرونة، ساعات كان ياخده وساعات لأ. ولما وديته للدكتور قال لي ابنك سليم ما فيهوش حاجة، انتي بس اللي جديدة على الأمومة، حاولي معاه تاني. بس ما كانش فيه فايدة، ما كانش راضي يرضع برضه. ودي ما كانتش أغرب حاجة، الأغرب من كده كمان إني لما كنت بسيبه كنت برجع ألاقيه عرقان قوي، ولاقي بقع سودة زي نمش كبير كده على جسمه. كنت فاكراه الأول حبوب طلعاله، لكن مرة في مرة جبت منديل وحاولت أمسح النقط دي، لقيتها بتتمسح عادي. لكن كل ما كنت بمسحها
كنت بلاقيها بتزيد تاني، وبقت بتكتر. وقتها قلقت قوي عليه ووديته للدكتور، ولما جه يكشف عليه كانت النقط كلها اختفت. ولما حكيت للدكتور ما صدقنيش، قال لي ممكن يكون بيتهيألك، أو عندك هلوسة، أو ده اكتئاب ما بعد الولادة، وكتب لي على أدوية مهدئات. بس أنا كنت متأكدة إن ابني في حاجة مش طبيعية. كان بيفضل طول الوقت باصص ناحية ركن معين في الأوضة، ولما كبر شوية كنت كل ما بعدله بيرجع لوحده تاني يبص في نفس الركن. ولما كنت ببص على الركن ده ما كنتش بشوف حاجة. قلت يمكن هو بيرتاح كده. بس أكتر حاجة كانت غريبة بالنسبة لي وخلاص خلتني هتجنن، مرة كنت بشيله لقيت مكانه على السرير نمل كتير جدا. وقتها اتخضيت واترعبت، قلت يمكن النمل بيتجمع على جرح. بس فحصت جسمه كله مفيش أي جروح. والغريبة إني لقيت نمل كتير في هدومه، بس ما كانش فيه أي آثار لنمل أو غيره. ورغم إني بنضف كويس جدا، بس الموضوع اتكرر كذا مرة. قلت يمكن النمل بيطلع من الحيطان أو أي مكان في الغرفة، بس النمل ما كانش بيبقى موجود غير على سرير ابني، على سرير ابني وبس. قررت أغير مكان نومه خالص وأخدته ينام معايا في الأوضة بتاعتي. بس وهو نايم معانا كنت بحلم بكوابيس غريبة. كنت بشوف نفسي في المقابر لوحدي وشايلة ابني، وفي كائنات غريبة على شكل ظلال سودة. أنا واقفة مش عارفة أتحرك، وهم بيقربوا مني عاوزين ياخدوا ابني. وقبل ما يوصلوا ليا بقوم مفزوعة من النوم لحد آخر موقف قبل العيد الكبير. يومها نيمت ابني وطلعت أنا وجوزي الصالة نسهر شوية. ووسط ما احنا سهرانين سمعت ابني بيعيط. قمت أشوفه بيعيط ليه، وأول ما دخلت الأوضة شفت جسم ظل أسود بدون ملامح وموطي على ابني كأنه بيشوفه. اتخضيت جامد، فكرته حرامي. ما كنتش شايفاه خالص لأن الأوضة كانت ضلمة، بس أول ما قربت منه جامد اختفى. وقتها شلت ابني بسرعة وخدته في حضني. ولما حكيت لجوزي على اللي حصل ما صدقنيش، قال لي أكيد بيتهيألك. هو طبعا ما يعرفش اللي أنا عملته أنا وأخته في المقابر عشان أحمل، بس كنت حاسة إن كل اللي بيحصل ده له علاقة باللي عملناه، بس مرضتش أقوله، خفت. الغريبة إن بعدها بأيام ابني توفى من غير أي سبب. اتوفى فجأة بدون أي سبب. وقتها حزنت جدا، ولحد النهاردة أنا محتارة، هل اللي أنا عملته أنا وأخت جوزي له علاقة باللي حصل لابني، ولا أنا فعلا كنت بهلوس بسبب اكتئاب ما بعد الولادة، خصوصا إن الدكتور قال إن موت ابني شيء وارد بسبب موت الرضع الفجائي. أنا حقيقي محتارة.